خير، ما يمكن كل احزانك هتتبدل وتصبح غير. تضيق وتضيق وتستحكم عشان تفرج بامر الله، وربك عالم النيه وعالم السلوك والسير. تعبت كتير وايه يعني، وهي الدنيا ايه غير هم؟ ولو كان اللي فات تجريح اكيد الجاي سعاده يا عم. بلاش تزعل على اللي رماك وركز في اللي لسه معاك. يغوروا في ألف داهية هناك بلا اشتغالات وحرق الدم. تعبنا محايلة ومسايسة وطبطبنا وما عجبناش، وياما ادينا بايدينا وبعينينا وما اخدناش. وايه كان يغصب الواحد على الهم اللي كان شايله؟ هنفضل في المقام غاليين ولو مع مين ما يشغلناش. هتطرح تاني وتخدر ونلقى الفرحة ترضينا، عشان النية خير لله مفيش مكروه هيحنينا. وسبحانك يا رب الناس، يا واقف جنب كل الناس، يا عالم باللي في قلوبنا وعارفنا نضاف فتحمينا. لقلب فيه احزان واهلكه الاسى صبرا، سياتي كل ما تبغى وتلقى فرحه كبرى. خلقنا في الاسى نمشي ولكن لم نمل يوما، قريبا سوف نرتاح ويصبح كسرنا جبرا. لعين اهلكت دمعا وكان القهر يضنيها، سيصبح دمعها ذكرى وعوض الله يرضيها. ربنا يعوض عليكم في اي حاجة خسرتوها، في اي حاجة اتوجعتوا منها، في اي حاجة راحت منكم، في اي حد استغل طيبتكم، دخل بيتكم اذاكم. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يفرج كل همومكم ويبدل حالنا من حال لاحسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على الرسول، حطوا لي لايك وكومنت حلو منكم، واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين. عايزاكم تكبروا بخاطري يا بنات وتساعدوني نوصل ل100 ألف مشترك. نفسي اخد الدرع بتاع اليوتيوب، بقالي 3 سنين زي ما عرفتكم. بحبكم في الله، مش هطول عليكم وادخل في الوصفه اللي انتوا طلبتوها مني. حبايب قلبي ما اقدرش استغنى عنكم، متابعيني على راسي. اسفه ان اتاخرت عنك يا وفاء. انا مرضتش اقولك والله ان انا عامله لكم اكتر من مره في القناه، بس كلامكم على راسي من فوق والله العظيم. بصوا، جبت كوبايتين رز طحنتهم في المطحنه الصغيره بتاعه الخلاط. بعد ما بتطحني الرز كويس قوي بتنخليه، لان بتلاقي فيه حبيبات فبترجعي تطحنيه تاني. انتوا فاهميني؟ نخلتهم كويس. كوبايتين رز على كيلو لحمه، حطيت عليها حزمه شبت وحزمه بقدونس وحزمه كزبره، وحطيت بصلتين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، وحوالي 10 فصوص توم، لان معايا كيلو لحمة. وحطيت عليهم كوبايتين رز، بصلتين، 10 فصوص توم، يعني قولوا راس كاملة. تمام. وبتحطي ملح وكمون وكزبرة وشطة وقرن فلفل اخضر. حتى مع المكونات دي قرن فلفل اخضر ضربته برضو مع المكونات دي. عايزه اقول لكم بيديها تيست، الشطه بتبقى حلوه قوي وما بتغيريش في البهارات. هي دي التوابل الاساسيه، ملح كمون وكزبره وشطه، اللهم صل على النبي، وفلفل اسود وشويه من السبع بهارات. بتحطي من كل حاجه نص معلقه كبيره. تمام. وبتحطي مكعبين مرقه. انا بصراحه ما اقدرش استغنى عن المرقه، انت مش عايزه تحطيها براحتك. بتروحي حاطه ده كله على الرز بعد ما طحناه بالخضره، بتنزلي بيهم مره واحده مع البصل مع الثوم مع الفلفل والخضره، تطحنيهم. وطبعا الرز طحناه في الكبه لوحدها. تمام. اللحمه بتبقي جايباها مفرومه، وبعد كده بقى بتخلطي ده كله على بعضه على الصينيه، وتبداي تضربيهم كده وتديهم وش تاني في الكبه مع بعض. وبس كده، مفيش اي حاجه، سهله جدا جدا. تحطي معلقه بيكنج باودر، بتفرق. معلقه صغيره اللي هي من بتاعه الشاي دي بيكنج باودر، بتفرق جدا في الكفته، ما تخليهاش تفك منك. وطبعا لو الكفته بتشقق منك في الطاسه يبقى انت ما بتدهنيش ايديكي زيت. في كل صابع بتاخدي رشه زيت كده زي ما انا بعمل وتدهني الكفته. طب انت هتقولوا لي مثلا يا غزل ليه الكفته بتاعتك مش خضراء قوي زي لون البرسيم اللي بنشوفها في كفته الرز؟ اقول لك اللي انت بتشوفيها دي بتبقى طريقه فاشله جدا مليون في المية. اقول لك ليه؟ ان انا بشوف الناس، يعني بصوا دي حاجة غلط جدا. عايزة اقول لكم يعني ناس مثلا قريبين لينا كنت اشوفهم وانا صغيره ان هم بيعملوا كفته لونها اخضر قوي. ما كنت معلماها ان دي كفته الرز. انتوا عارفين بيبقى لونها اخضر من ايه؟ بيكتروا الخضر قوي وطعم اللحمه بيروح. بصوا احنا مش بنقلبها لطعميه، الطعميه هي اللي فيها خضره. تمام. انت تاكلي حته لحمه حلوه. وبعدين انا مش من مدرسه ان تحطي كيلو لحمه عليها كيلو رز او حاجه، لا، نص كيلو رز حلو قوي على كيلو الكفته. ما احنا برضو عايزين نستطعم طعمها، انتوا فاهميني؟ عايزينها تبقى حلوه. عايزه اقول لكم ريحتها والله العظيم في منتهى الجمال، طعمها خطير. وللعلم يا بنات دي انا حبيت اعملها باللحمه الجملي،
ماما قلت لها ماما هاتيلي كيلو كفته جملي زي بقى ما كانوا بيعملوها زمان. هي اصلا اساس الكفته دي كان يعني على طول مامتي كان واحنا صغيرين كده اشوفها تجيب اللي هي اللحمه الجملي، بتبقى حلوه قوي بصراحه، عجبتني. فنعمل بقى الصلصه بتاعتها. معايا بصلايه متوسطه صغنطوطه قوي قوي قوي، بتحطي اول ما بتنزلي بيها في النار، حطيت زيت وسمنه، حطيت رشه ملح ورشه فلفل اسود، بتدي طعم وريحه حلوه قوي للبصلايه، بتخلي البصلايه الملح يدبل معاكي، الملح بيخلي البصلايه تدبل بسرعه. في نفس الوقت ده بعد ما البصلايه تكرمل شويه، بتنزلي بقى في الخطوه دي بنص معلقه ثوم، كيس صلصة، علشان يطلع المادة الحافظة اللي فيه ويبقى مسكر معانا ومخلي الصلصة مسكرة مش زعقة. تمام. نمشي خطوة بخطوة. طبعا متابعيني القدام حفظوني وعارفين كل اللي انا بقوله، انا بتكلم متابعيني الجداد. تمام. بحط بقى في الوقت ده رشه سكر برضو بتكرمل مع البصلايه كده، بتديكي تيست حلو قوي مسكر. ونزلت بكيس عصير طماطم، مكعب مرقه. طب انتوا هتقولوا لي ليه بتنزلي دايما بالسكر على البصل وكده في البدايه؟ لانه بيديله كرمله كده، بيبقى الاكله طعمها زي العسل. شويه رز بالشعريه، بس برضو متابعيني الجداد عارفين ان الرز بتاعي مختلف شويه، اللي هو بالشعريه. مختلف في ايه؟ بصوا وحطوا اللايك وصلوا على النبي. عايزاكوا بصوا، انتي هعرفك انتي بخيلة ازاي لما اقولك صلي على النبي، وما تنسيش تصلي على النبي كده، تكتبي لي كومنت. مش عايزه تكتبي لي كومنت، صلي على النبي كده، انتي هتاخدي حسنات وانا هاخد حسنات، ويومنا هيبقى كله بركه ورزق. تمام. بحبكم في الله. تمام. بدأت بقى اصبع الكفتة. الصينية اللي بخلصها الاولانية في تصبيح الكفتة بخليها في التلاجة تتشمع كده شوية، بعد كده ابدأ في اللي بعدها. ولما اجي احمر اخد الاولانية خالص. نزلت بالشعرية، نزلت بالرز، حطيت مكعب مرقة، حطيت واحدة ورق لورا، فص حبهان وفص مستكة، وبشوح الكلام ده مع بعضه. مرقة مكعب المرقة لما تيجي تنزلوا يبقى نعموه يا بنات، افركيه بايديكي كده. تمام. نزلت بمية مغلية وظبطت الملح وظبطت الفلفل الاسود، وبس كده وشكرا. كل سنة وانتم طيبين. خلاص كفتة الرز سهلة. بصلتين، راس توم، قرن فلفل اخضر يكون فيه سنة شطة كده. تمام. بتضربيهم مع حزمة بتضربي البصل مع الثوم مع قرن الفلفل مع الخضرة، ده كله في الكبة. تمام. الخضرة اللي هي شبت وبقدونس وكزبرة. تمام. بتضربيهم مع بعض، والرز بتطحنيه لوحده. بعد كده بتقلبيهم كلهم على صينية واحدة. بتجيبي الكيلو اللحمة، تفركيهم كده كلهم على بعض بايديكي بالتوابل بقى، اللي هي كمون وكزبرة وفلفل اسود والسبع بهارات، وتروحي بقى مسكهم كلهم في الكبه، تديهم وش، تنعميها. بس كده سهله. ولو ما فهمتوش حاجه مثلا من كلامي اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم. انتوا عارفين ان انا بحبكم، برد عليكم على طول. انا والله العظيم يعني عايزه اقول لكم انا اسفه والله يا وفاء، بس كان عندي ظرف كده والله العظيم. فاول ما بقيت تمام يعني الحمد لله جبت الكفته. والله انا مش ناسياكي حبيبه قلبي. جبت بقى طبق كده وفيه البتاع الستانلس اللي هي اسمها ايه، المصفى دي، علشان ننزل كل الزيت. طبعا عايزه اقول لكم الكفته بقى دي تركايه حلوه بقى. نزلت لما الطماطم اتسبكت، نزلت بنص كاتل ميه، حطيت مكعب مرقه تاني وظبطت الملح، حطيت سنه بابريكا وشويه كمون وشويه كزبره تاني، عليت التست. تمام. ورشه فلفل اسود، وبتديها غلوه. تمام. احنا لازم نحط ميه مغليه بعد ما الطماطم تتسبك. تمام. هقول لك ليه. انا بقى من عشاق الكفته اللي فيها بطاطس. بحب البطاطس تكون مطبوخه كده، والله العظيم بيبقى طعمها يا بنات حلو قوي. بعشقها، بعشق الكفته. كفته الرز دي يكون معاها بطاطس. اكتبوا لي بقى انتوا زيي ولا ايه دنيتكم. فقلت قلت لماما لا انا هحط فيها بطاطس. بصراحه انا عامله كيلو لحمه عليهم نص كيلو رز، قلت هعمل النهارده بيهم طبخه اللهم صل على النبي، وهشيل برضو طبخه بقى اعملها في اي يوم تاني، وفي نفس الوقت اسمي وفرت، وفي نفس الوقت وفرت فلوس ومجهود. تمام. انا مش هعمل كيلو لحمه يعني وفي نص كيلو رز مره واحده في اكله، حرام. تمام. الكفته بقى عملت هنا ايه، بتاخد غلوه واحده بس كده. تمام. وبعد كده بتروحي فاتحه على اليد، تنزلي بطاطس احسبي 7 دقايق على النار واقفلي النار. بعد 10 دقايق هتفتحي هتلاقي الكفته بسم الله ما شاء الله، وهتلاقي البطاطس استوت، لان البطاطس ما بتاخدش على النار، مش عايزينها تبقى مهريه بقى وعجينه. وتقطعي مكعبات البطاطس تخينه. جبت علبه، رصصت بقى الباقي وحطيت ما بينهم كيس، وهشيلها كده متصبعه. قلت لما نيجي نطبخها اطلعها حمرة واعمل شويه رز بالشعريه وايه، والحمد لله. وابقى اعمل معاها برضو حوالي نص كيلو بطاطس في الصلصه مع الكفته، وكلنا هناكل وبألف هنا وشفا، ويوم وهيعدي احسن ما ناكل يوم شعبي يعني معايا.
ظبطت الملح وبس كده. عايزه اقول لكم طعمها وريحتها خطيره، سهله وبسيطه ومن غير اي افتكاسات، وبجد حلوه قوي. حطيت بقى هنا، احنا بصوا حاولوا ان احنا نرجع البركه في حياتنا. في ايه بقى؟ بلاش ان كل واحد ياكل في طبق لوحده، بلاش نبعد عن بعض، بلاش تتفرقوا. لكل ام بتسمعني وبتتابعني، خلي ولادك كلهم ياكلوا في صينيه واحده، خليهم كلهم ياكلوا على سفره واحده، خليهم كلهم ياكلوا على طبليه واحده. بتكلم كل الفئات، المهم نقعد كلنا مع بعض وناكل. انتوا فاهمين؟ حببيهم في بعض. انت الام حببي ولادك في بعض، خليهم حنينين، خليهم طيبين، علشان في بطن بتجيب عيال بتكون مريضة، بياكلوا في بعض، بياكلوا بعض. فده دورك كأم، ان انت تحننيهم على بعض. تمام. قلت بعد الغدا عدى 2-3 تمام، قلت اعمل صينية كيكة. كنت غسلت على فكره الاسدال ده وخدت شاور ورجعت لبسته تاني عشان اكمل لكم بقيه الفيديو عشان ما تتوهوش مني. تمام. حطيت 4 بيضات عليهم كوبايه سكر. هنعمل كيكه حلوه. هتقولي طب انت ايه يا غزل حكايه الايام دي مع الكيكه؟ بصوا احنا ما بنحبش نتعشى ولا نفطر، فقلت اعمل يعني كل يومين اعمل لهم صينيه كده نخليها حته للفطار بتاعه حلوه بصراحه. حطيت 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه، عليهم كوبايه سكر، عليهم كيسين فانيليا، عليهم اللهم صل على النبي كوبايه زيت وكوبايتين لبن. تمام. 4 بيضات حطيت عليهم كوبايه سكر ضربتهم. بعد كده فتحت الخلاط، حطيت الزيت كوبايه، حطيت كوبايتين لبن، وحطيت كيسين فانيليا. تمام. وضربتهم كويس قوي. ننزل بقى بالدقيق. عايزه اقول لكم الكيكه دي طلعت هشه جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. والدقيق كمان بتاع الضحى ده حلو قوي، بيساعدك في نجاح الكيكه بطريقه لا تتخيليها. معايا حوالي 3 كوبايات دقيق. تمام. انا هعمل صينيه كبيره، فدي مقادير صينيه كبيره. نزلت بقى بكيس كامل بيكنج باودر على الدقيق. تمام. احط رشه ملح. في الوقت ده كنت نسيت احط الخل، طبعا الكيكه عشان فيها بيض لازم الخل. حطيت معلقتين خل في الخلاط وقلبتهم. ندخل بقى الدقيق ده برضو من نجاح الكيكه. تمام. وحطيت معلقتين نشا. في واحده سالتني على النشا ايه فايدتها. النشا بتساعد ان الكيك تكون معاكي هشه، وتساعد ان الكيكه يكون يعني اكبر وقت يكون في الكيكه فيها رطوبه، تبقى طريه كده وحلوه. فهمتوا بقى ايه فايده النشا؟ يبقى نزلت على الدقيق بكيس بيكنج باودر ومعلقتين نشا. تمام. اللهم صل على النبي. قسمت الخليط. هجيب كوبايه كاكاو انخلها. انا عايزه اعمل الكيكه اللهم صل على النبي اللي هي التايجر دي. تمام. بصوا نقلب. عايزه اقول لكم حلوه قوي والله، الكيكه حلوه يعني، احلى من الفطار واحلى من اي حاجه. تاخدي لك حته كده، وفي نفس الوقت انا عندي اللي هي بتاعه التقديم اللي انتوا بتشوفوها في الاولانيه دي، وليها غطا ازاز كده، بفضل حطاها عندي على السفره. اللي عايز ياخد حته مثلا في نص اليوم، كوبايه شاي، كوبايه قهوه، حلوه قوي في البيت. تمام. لو عندكم اطفال يعني الحاجات دي حلوه قوي. بصوا اقول لكم على حاجه، كوبايه السكر اللي انا حطاها دي بتخلي الكيك، عارفين اللي هي حاجه بتبقى سكرها قليل قوي، ما بتكونش مسكره، لان احنا عندنا ما بنحبش السكر اللي هو يجزع النفس ده. لو عايزه سكرها مظبوط حطي كوبايه. السكر ده بتاعك انت بعيد عن المقدار. عايزه تحطي كوبايتين سكر، في ناس بيحبوها مسكره قوي، عايزه تخليها مثلا مظبوطه كوبايه، عايزه تخليها يعني سنه شويه مسكره كوبايه وربع. تمام. السكر ده حاجه تخصك انت. قسمتي ازازه بقى من النص عشان كنت عايزه اعمل شكل ايه الورده. بس انا عايزه اقول لكم معلومه، كل ما كان الخليط خفيف زي ما انتم شايفينه كده، كل ما كانت الكيكه معاكي هشه مش مكتومه. وده اللي حصل بقى. لو انا كنت متقله الخليط كان شكل الورده هيطلع، لانه هينزل يلزق في الصينيه. طبعا دهنتها سمنه متلجه زي ما فهمتكم عشان ما تلزقش في القعر. فلو كان الخليط تقيل كانت الورده هتترسم لك يا اختي وما كانش هتتزحلق. تمام. هنا بقى بدات اجيب خله واعمل شكل الورده. تمام. الكيكه كانت السمك بتاعها كل ما كان خفيف كل ما هتطلع معاكي هشه. عايزه اقول لكم والله بسم الله ما شاء الله عليها كيكه. يعني انا دي كمان بتاعت النهارده دي بسم الله ما شاء الله فيها طراوه. عايزه اقول لكم يا بنات عامله زي القطنه بسم الله ما شاء الله. دخلت الفرن، بتقعد على فكره في الفرن عندي حوالي 40 دقيقه. انت بقى بتختبريها بخله على حسب الفرن بتاعك. تمام. بصوا بسم الله ما شاء الله قلبتها نزلت من غير اي حاجه، ولا تفتحي الفرن. انا بشوفها من بره، فتحت الفرن الهواء كله السخونيه طلعت هبطت معاكي. تمام. بصوا انا بوريها لكم، انا قسمتها معاكم بسم الله ما شاء الله. بصوا يا بنات بتنزل ازاي بسم الله ما شاء الله، هشه بطريقه. انا عايزاكم بقى ليه، انا ايام الكيك دي احنا داخلين على الشتاء،
بتبقى حاجات حلوه، بتبقى القرص حلوه. انا عملت معاكم القرص، جربوها. المقرمشات، الحاجات دي بتبقى حلوه قوي في الشتاء. املي بيتك خير وبركه ما عندك الدقيق والزيت وكوبايه سكر. ممكن تجيبي كيس فانيليا وبتاع تعملي كيكه اللي هي العاديه دي. عندك معلقتين كاكاو اعمليها كيكه بالشوكولاته بتاع. مشي دنيتك تمام. ظبطي ميزانيتك كده وما تخليش ولادك نفسهم في حاجه. بصوا بسم الله ما شاء الله. فطري جوزك الصبح قبل ما يروح للشغل، فطري بيها عيالك قبل ما يروحوا للمدارس، اديها لهم في اللانش بوكس. بجد حلوه قوي. عملت معاكم اكتر من نوع. لو عايزين مني اي حاجه تاني اكتبوا لي في الكومنتات. بس طلب اخير، ما تنسوش تشتركوا في القناه شير بقى كتير للقناه بتاعتي دي، علشان نفسنا نفرح. وبعدكم ان انا هعمل لكم حفله كبيره قوي عمركم ما شفتوها خالص على اليوتيوب. بس فرحوني وصلوني ل100,000. ده كان فيديو النهارده. بحبكم جدا في الله. ربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه. اتعشى بقى كيكه، وعملت كمان كوفي ميكس، واقعد بقى مع مسلسلات التركي.